لحظة بيحس فيها خلاص إن النهاية قربت، والخوف بيوصل لأعلى درجة تحمل. الجسم بدأ ينهار، الأدرينالين بيعلى، ومعاه بيختفي التفكير المنطقي، والعقل ما عندوش غير فكرة واحدة بس شغلاه: هحارب عشان أعيش وعاوز أهرب من هنا بأي شكل. العيون واسعة وتايهة، والجسم مشدود على الآخر، حركات عنيفة وقوة غاشمة طالعة من هرمون الخوف. بيدور حواليه على أي حاجة، أي قشاية يقدر يتعلق بيها عشان يطلع ياخد نفس واحد كمان. وده واحد من أصعب سيناريوهات الإنقاذ على الإطلاق. لو مش قده هتخسر نفسك قبل ما تنقذه. هنا بالظبط هيبان الفرق ما بين المرشد المتدرب والمرشد اللي متساب للحظ. اللحظة دي لو انت مسؤول عن ناس في المية هتشوفها. وعشان كده دي أهم مهارة أمان شخصي هعلمها لك. أنا عماد سليم، ودي سنوركلينج أكاديمي. يلا نبدأ. تعال نفهم يعني إيه هلع مائي وليه هو خطير جدا. لحظة الهلع جسم الإنسان بيدخل في حالة طوارئ، وبيبدأ سلسلة من ردود الفعل الخطيرة. التفكير المنطقي بيكاد يختفي، والمخ بيشغل برنامج البقاء: حارب أو اهرب. الحركات بتبقى عنيفة ومش محسوبة، ضرب في المية وتشبث بأي حاجة حواليه. التنفس بيخرج عن السيطرة، يا إما يحبس نفسه يا إما تنفس سريع وهستيري. ومع اندفاع الادرينالين بتظهر قوة لحظية ممكن تكون أكبر من قوة أي شخص هادي قدامه. والهلع ده مش بيجي من فراغ، غالبا ده وراه واحد أو أكتر من الأسباب دي. رقم 1: ابتلاع مية بشكل مفاجئ. رقم 2: إحساس بالاختناق من السنوركل تيوب أو من الماسك. رقم 3: بيشوف حاجة غير متوقعة، سمكة كبيرة، ظل، شكل غريب. رابع حاجة: الإحساس بالعمق فجأة. خامس حاجة: كرامب أو تقلص عضلي مؤلم. سادس حاجة: نوبة قلق أو فوبيا مية كانت مستخبية وطلعت في اللحظة دي. قبل ما تفكر تنقذ لازم تسأل نفسك: هل الإنقاذ في اللحظة دي أمان ليك أنت؟ اسأل نفسك أسئلة سريعة: هل معايا معدات هتحميني وتحميه؟ زي عوامة، حبل، طوق نجاة، أو أي وسيلة طفو؟ في حد تاني يقدر يجي يساعدني؟ أقدر أطلب مساعدة تدعمني؟ زودياك، غواصين، حد من زمايلي المرشدين؟ هل أنا فعلا قادر جسديا ونفسيا إني أتعامل مع الموقف ده؟ لو إجابة أغلب الأسئلة دي بلأ، يبقى دورك الأساسي في اللحظة دي تفضل على مسافة أمان وتطلب مساعدة فورا. ترميه لوسيلة طفو لو متاحة، وما تنطش المية وراه لمجرد الحماس. عايز أقولك إن سلامتك هي جزء من الإنقاذ، مش حاجة منفصلة عنه. دلوقتي تعالى نرجع خطوة لورا، لأن أقوى طريقة تتعامل بيها مع الهلع إن أنت تمنعه من الأساس. لو عايز تمنع الهلع من البداية، اشتغل على الناس قبل ما ينزلوا المية معاك، وأول ما ينزلوا المية، وطول فترة الجولة. الهلع مش قدر محتوم هيحصل. الهلع في أغلب الأحيان نتيجة غلط في التحضير والمتابعة، وتقدر تمنعه بشكل كبير جدا لو اشتغلت صح من الأول. دلوقتي هقولك على خطوات بسيطة لو نفذتها هتفرق معاك جدا. المرحلة الأولى قبل نزول المية، ودي أهم مرحلة. الهدف هنا تقلل احتمالية الهلع بنسبة كبيرة من خلال التحضير النفسي والعملي. عاوزك تعمل فحص سريع للممارسين معاك على المركب قبل ما أي حد ينزل معاك المية. لازم تعرف إجابة 3 أسئلة. 1: مستوى السباحة، بتقوله طب تعرف تعوم؟ طب ثقتك في المية قد إيه؟ رقم 2: خبرته في السنوركل، بتقوله هي دي أول مرة تعمل فيها سنوركلينج ولا جربت قبل كده؟ تالت حاجة: مستوى التوتر، في حد حاسس إنه قلقان؟ في حد خايف شوية من المية؟ عادي جدا على فكرة، وأحسن إن إحنا نعرف من دلوقتي. تاني حاجة: تعمل شرح بسيط علشان يقتل الخوف. قول لهم مثلا بصوا انتوا مش محبوسين في الماسك والسنوركل تيوب، في أي لحظة تقدر ترفع راسك فوق المية، تخلع المعدات اللي خانقاك دي وتتنفس عادي جدا من مناخيرك أو من حتى بقك. وكمان ما تقلقوش، احنا معانا لايف جاكيت هيخليك طافي من غير أي مجهود على سطح المية، وأنا هكون قريب منكم طول الوقت، ومعايا دايما في إيديا طوق النجاة. تالت حاجة: تدريب على الناشف قبل ما ينزلوا معاك المية. خليهم يلبسوا الماسك وهم على المركب، ويجربوا يتنفسوا من السنوركل تيوب وهم قاعدين وهم مرتاحين. يركزوا على نفس عميق وهادي وبطيء، كده المخ بيبدأ يتعود على الإحساس الجديد قبل ما يدخل في ضغط المية والبحر. المرحلة التانية أول ملامسة للمية. الهدف من هنا تحويل التجربة من احتمال رعب لمتعة متدرجة. أول نقطة:
النزول التدريجي. محدش ينط المية فجأة في حتة عميقة. بالنسبة للناس اللي خايفين، خليهم ينزلوا من منطقة مش عميقة قدر الإمكان، وأول ما ينزل خليه يحس بجسمه وهو طافي على السطح، ويتمسك في عوامة أو يلبس لايف جاكيت أو حتى تمسكه في الحبل. لو الخايفين عددهم كتير، ارمي حبل الدريفت وامسك انت في البوي وخليهم يمسكوا في الحبل. واحدة واحدة هيحسوا بتحسن وانت طول الوقت مسيطر عليهم. في الأول مش مهم يبص تحت خالص، المهم يحس إن جسمه طافي على سطح المية ومسترخي. تاني نقطة، التعود على التنفس. قول له امسك العوامة أو الحبل وحط وشك في المية من غير ما تتحرك كتير، ركز بس في الشهيق والزفير الهادي. لو دخلت شوية مية ارفع راسك، كح، نظف السنوركل تيوب، نظف الماسك، خد نفسك وجرب تاني. تالت نقطة، إشارات أمان بسيطة. اتفق معهم على إشارتين، كده أوكي، كده أنا عندي مشكلة، أو تخليه يخلع الماسك وقول لهم بوضوح. ما تنسوش لما الموضوع يبقى صعب عليك أو أول ما تحس إن أنت مش مرتاح، ترفع راسك وتديني الإشارة بتاع أنا عندي مشكلة. المرحلة الثالثة، متابعة الجولة. الهدف هنا ما نسيبش التوتر الصغير يكبر ويبقى هلع. أول خطوة إن أنت تعمل تقسيم ذكي للمجموعة. خلي الناس الواثقة في المية في الآخر، وخلي الناس الجديدة والمتوترة وراك وقريبين منك. أنت دايما أقرب للي محتاج لك أكتر. تاني خطوة، تقرأ لغة الجسد. خليك واخد بالك من التنفس السريع وصوت عالي خارج من السنوركل تيوب، حركات ملخبطة بالرجلين أو بالدراعين، رفع الراس كتير فوق سطح المية، والنفخ المستمر عشان ينظف الماسك ولا التيوب، ماسك العوامة أو اللايف جاكيت بقوة زيادة عن اللزوم. لو شفت العلامات دي ما تستناش لما يقوم في الهلع، قرب منه بهدوء واتكلم معاه بصوت واطي وواثق. قول له اهدى، انت طافي، بص عليا، خد نفس طويل، طلعه بشويش، احنا كويسين. تالت خطوة، منطقة أمان عايمة. خلي دايما في البوي في إيديك وتقول للناس بوضوح ده ملجأ الأمان، أي حد يحس إنه محتاج يهدى يجي يمسك هنا شوية. رابع خطوة، منع الإجهاد. عايزك تراقب اللي بيضرب برجليه بزيادة أو شكله بيحاول يبذل مجهود كبير، شجعه إن هو يستخدم الطفو أكتر ويهدي الحركة ويعمل وقفات راحة كل شوية. في الفيديو اللي فات أخدنا خطوة مهمة جدا وتعلمنا مع بعض إزاي نتعامل مع السنوركل المجهد خطوة بخطوة في 8 مراحل عملية. طب ليه ركزنا على النقطة دي تحديدا؟ لأنها كانت التهيئة الحقيقية والأساس اللي هنبني عليه المرحلة اللي جاية، المرحلة الأهم والمشهد اللي هنفهمه النهاردة. الفكرة الأساسية هنا إن المهارات دي مش منفصلة عن بعض، لكن كل مهارة بتكمل اللي قبلها وكل خطوة مبنية على اللي فات. علشان كده لو لسه ما شفتش الفيديو اللي فات، أنصحك توقف هنا لحظة وترجع تشوف الأول الفيديو علشان تبقى ماشي معانا على أرض ثابتة وتفهم الصورة كاملة من البداية. أما لو كنت تابعت معانا ومريت بالتجربة العملية، فأقدر أقولك دلوقتي أنت جاهز. دلوقتي بقى افتح ذهنك وخليك معايا، وتعالوا نغوص سوا في تفاصيل الانفوجراف ده اللي هيجمع كل الخيوط ويقدم لك الصورة الكاملة والحل المتكامل. دلوقتي احنا هنحاول نعمل مقارنة ما بين السنوركل المجهد والسنوركل المذعور في طرق الإنقاذ. الانفوجراف ده بيقدم لك دليل تدريبي واضح هيشرح الفرق العملي بين إنقاذ سنوركلر مجهد وإنقاذ سنوركلر مذعور خلال 10 مراحل أساسية. مهم إن أي مرشد محترف يكون فاهمها كويس. خلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة. المرحلة الأولى، التقييم من بعد. في الحالتين بنبدأ دايما بتقييم الموقف من مسافة آمنة. بنلاحظ حالة الشخص، حركة جسمه، تنفسه، وكمان حالة البحر واتجاه السحب. المرحلة التانية، الاقتراب الآمن. مع السنوركل المجهد الاقتراب بيكون من الأمام وبيبقى فيه تواصل عين واضح eye contact، لكن مع السنوركلر المذعور ممنوع تماما المواجهة الأمامية. الاقتراب بيكون من الجانب البعيد أو من الخلف علشان نتجنب أي رد فعل اندفاعي ويحصل تعلق خطر في جسم المنقذ. المرحلة الثالثة، التقييم والتواصل. السنوركل المجهد
محتاج مسافة قريبة نسبيا علشان تتواصل معاه وتهديه وتطمنه، أما المذعور فبيحتاج مسافة أكبر والتواصل معاه بيكون قصير وحازم وواضح. المرحلة الرابعة علامات الخطر. السنوركلر المجهد بيظهر عليه تعب واضح وبطء في الحركة، أما المذعور فبيكون عنده حركات عشوائية ورفس قوي وأحيانا بيخلع المعدات، وده مؤشر خطر عالي على الشخص وعلى المنقذ. المرحلة الخامسة أسلوب التواصل. مع المجهد بنستخدم جمل مطمئنة وبنبرة هادية زي ما تخافش، أنا معاك ومش هسيبك غير لما تقف على رجلك، اتحرك معايا. أما المذعور فالتواصل لازم يكون قصير ومباشر وحازم، زي وقف، بصلي، اتنفس. المرحلة السادسة التلامس الجسدي الآمن. في حالة المجهد التلامس ممكن يكون من الجانب أو من الخلف حسب الوضع، وبتعرفه إنك هتمسكه وبتقوله كمان هتمسكه منين. لكن مع المذعور التلامس دايما من الخلف فقط وبعيد عن العينين والوجه، وبيحصل بسرعة وعلى غفلة من الضحية علشان نحمي نفسنا ونقدر نسيطر على الموقف بأمان. المرحلة السابعة تهدئة النفس والتنفس. المرحلة دي متشابهة في الحالتين، الهدف الأساسي فيها هي تنظيم التنفس وتقليل التوتر قبل أي تحرك أو سحب. المرحلة الثامنة السحب والنقل الآمن. برضو دي مرحلة متشابهة، لكن في حالة المذعور لازم نكون أكتر حذر ونحتفظ دايما بمسافة أمان كافية. المرحلة التاسعة إدارة المعدات. إدارة المعدات متشابهة في الحالتين، لكن مع المذعور لازم تكون متوقع أي تصرف مفاجئ زي خلع الماسك، مسك فيك، رفس عنيف. المرحلة العاشرة الوصول والخروج الآمن. في النهاية الهدف واحد، الوصول الآمن والخروج بدون أي إصابات لا للمنقذ ولا للسنوركلر. وتتابع الحالة وتتصل بالطوارئ، لأنه ممكن يكون شرب مية كتير وممكن يكون اتعرض لحالة بنسميها الغرق الجاف، فلازم يتحط تحت ملاحظة طبية. في النهاية الفرق الحقيقي بين إنقاذ المجهد والمذعور مش في عدد الخطوات، لكن في طريقة التنفيذ والمسافة وأسلوب التواصل، مستوى الحذر. لو فهمت الفرق هتقدر تتحكم في الموقف وتطلع بإنقاذ ناجح وآمن. دلوقتي بقى تعال نشوف الخطوات دي على الطبيعة. السنوركلر المذعور بيبقى سريع التنفس وتنفسه بيكون متقطع وغير منتظم، وغالبا هيكون مصحوب بشهقة أو كحة متكررة، وحركاته بتكون عشوائية ومندفعة، رفس قوي بالرجلين ومحاولات تشبت أو دفع أي حاجة حواليه. العلامة الواضحة إن عنده اتساع في العينين وشد في الجسم وفقدان تركيز واحتمال خلع الماسك أو السنوركل بشكل مفاجئ. مع السنوركلر المذعور ممنوع تماما الاقتراب من الجهة الأمامية، الاقتراب الآمن بيكون من الجانب البعيد أو من الخلف عشان نقلل أي رد فعل اندفاعي ونحافظ على أمان المنقذ والمصاب. ولأن الموقف أخطر فهو بيحتاج مسافة أمان أكبر وتواصل يكون قصير وحازم وواضح، زي وقف، بصلي، اتنفس. الجمل الطويلة مش هيلحق يفهمها علشان دي لحظة ذعر. لو حاول يقرب عليك علشان يتعلق فيك وانت بتحاول تهديه، استخدم على طول حركة الكويك ريفيرس، يعني ببساطة في نفس اللحظة اللي تلاحظ فيها انه هيهجم عليك او هيشد فيك تحافظ على مسافة الأمان وتتفادى الاشتباك المباشر. طب هتعمل كده ازاي؟ اقلب جسمك بسرعة وخلي الزعانف في مواجهته، وابدأ عوم على ظهرك وابتعد عنه علشان تحافظ على المسافة وتمنع أي محاولة تعلق. وفي نفس الوقت تكمل التواصل الصوتي معاه، قوله اهدى، وقف، خليك مكانك، أنا كده مش هقدر أساعدك. عايز أقولك إن توجيه الزعانف هنا وسيلة حماية ومسافة أمان فقط، مش علشان تدفعه أو تأذيه. بعد ما تهدي الموقف التلامس دايما يكون من الخلف فقط وبعيد تماما عن العينين والوجه علشان تحمي نفسك وتقدر تسيطر على الموقف بأمان. لو كل ما تحاول تلف وراه يلفلك، يبقى الحل الآمن إنك تعمل الاتصال من تحت المية. خد نفس هادي واحبسه
وانزل تحت المية زي ما اتعلمت في مهارة السباحة تحت المية بنفس واحد. وطبعا هو عمره ما هيحاول يحط وشه في المية، لأن ده غالبا سبب الذعر من الأساس. اطلع من وراه مباشرة ونفذ الاتصال من الخلف بالشكل الآمن. حاول تسيطر بإيد على راسه علشان تجبره يستلقي على ظهره ويساعدك في الطفو، والإيد التانية من تحت الإبط ثبته. حاول تبعد إيده لو حاول يتمسك بيك، ممكن تمسكه من معصمه وما تخليهوش يمسك من إيدك، ومن هنا تبدأ خطوات التهدئة ثم السحب الآمن. لكن لو لا قدر الله اتمكن منك ومسك فيك، تعال أعلمك ازاي تفك نفسك منه وترجع تاني لوضع مسيطر وآمن وتكمل معاه الإنقاذ. لو مسكك من إيدك أو من الرزغ، طلع الإيد الممسوكة بره المية، والإيد الحرة زق كوعه لجوه ناحية جسمه، هتلاقيه لف معاك وبقى ظهره قدامك. ساعتها امسكه من ظهره بالإيد الحرة، والإيد اللي كانت ممسوكة لو لسه في إيديه خليه يبقى مكتف نفسه بيها، أو استخدمها لتأييد حركته لحد ما يهدى ويحس بالأمان. لو مسك إيديك الاتنين بالمنظر ده، حرك إيد واحدة بقوة وامسك معصمه كويس، والإيد التانية اسحبها في اتجاه إبهامه علشان تفك قبضة إيده. أول ما تفك لفه بنفس التكنيك اللي فات لحد ما ظهره يبقى قدامك، وخد وضع المسك من الخلف. لو حاول يخنقك بإيديه الاتنين وحاطط إيديه حوالين رقبتك بالمنظر ده، طلع إيد من بره وامسك رزغه من فوق، والإيد التانية امسك بيها رزغه التاني من تحت، ولف الرزغين وجسمه في اتجاه واحد لحد ما يلف ويبقى ظهره قدامك، وبعدين امسكه من ظهره زي ما اتعلمنا. لو حضنك من عند الرقبة أو الرأس، ضم دقنك على صدرك علشان تحمي رقبتك، وارفعه من تحت الإبطين لفوق. في نفس الوقت انزل انت بجسمك لتحت، ومن تحت المية لف حواليه واطلع من وراه وخد تاني وضع المسك من الظهر. لكن لو حضنك من فوق الكوعين بالمنظر ده، استخدم حركة كتافك الجانبية علشان ترفع ايديه لفوق شوية. لما تتمكن من انك توصل للإبطين، امسك من تحت الإبطين وادفعه لفوق شوية، وبعدين كمل بنفس تكنيك اللف لحد ما ظهره يبقى قدامك وتمسكه تاني من الخلف. لو مسكك من تحت الكوعين ومقفل عليك بالمنظر ده، حاول تسحب ايد ورا ايد وتفكهم من حوالين جسمك. بعد كده امسك شعره والايد التانية على دقنه ولفه في الاتجاه العكسي لجسمك لحد ما يلف بسهولة ويبقى ظهره قدامك، وساعتها هيكون جاهز للمسك الآمن من الخلف. ومن هنا وطالع باقي المراحل من التهدئة والتحكم في النفس والتنفس والسحب والخروج الآمن ومراقبة الحالة هنكملها بالظبط زي ما اتعلمت في المهارة السابقة بتاعة التايرد سنوركلر. أول حد لازم تنقذه هو نفسك. هدوءك، تنفسك، فهمك للموقف هو خط الدفاع الأول ليك. كل ما كنت أهدى وأأمن، كل ما فرصة النجاة ليك وللمصاب هتزيد. اتدرب دلوقتي علشان وقت الجد ما تفكرش كتير لكن تتصرف صح. انت كمرشد عامل الامان الاساسي. صوتك الهادي هو اللي بيطمن اللي خايف، وحركاتك الواثقه هي اللي بتزود ثقتهم فيك يا جامد. تعاملك مع المشاكل البسيطه بابتسامه بتحسسهم ان الموقف طبيعي وما يقلقش. منع الهلع بيبدأ من أول نقطة مية وبيكمل في كل اللحظات اللي انت موجود فيها جنب الضيف. كل ما تعلم بدري وتطمن بدري وتاخد بالك بدري، كل ما تنقذ نفسك والضيف من لحظات رعب ما كانش ليها أي لازمة. عايز أقولك إن التجربة الآمنة بتساوي تحضير قبل ودخول تدريجي ومتابعة مستمرة ومرشد واثق ومسيطر. وأكبر سبب للهلع هو شعور الضيف إن هو محبوس ومش مسيطر. شغلتنا كمرشدين في سنوركلينج أكاديمي إن إحنا نثبت له العكس، إن هو دايما عنده اختيار ودايما عنده مخرج آمن. ساعتها بس أي رحلة هتتحول لذكريات جميلة مش لحظات رعب. وما تنساش تشارك الفيديو ده لو استفدت، واستناني في الفيديو اللي جاي.